حقيقة للقدس أهمية كبيرة، فهي القبلة الأولى وثالث الحرمين، وهي التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بشد الرحال إليها، فارتبطت الأمة منذ وجود القدس ومنذ وجود هذه الأمة بالقدس. الله سبحانه وتعالى أولا يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالأمة الإسلامية ترتبط بالقدس ارتباطا وثيقا، ففصل الأمة عن القدس هو فصل عن هويتها وفصل عن كرامتها. سلخ القدس من الأمة هو إضعاف للأمة الإسلامية، فالأمة إذا بقيت محافظة على القدس تكون الأمة قوية، كما يقول محمد البشير الإبراهيمي: القدس وصية محمد صلى الله عليه وسلم فينا، وأمانة عمر رضي الله عنه في ذمتنا، فلئن خسرناها وأخذها اليهود نحن في خسران مبين. هذه هي الخلاصة. يجب على المسلمين أن يفعلوا الكثير، وباستطاعتهم فعل الكثير. الأمة الإسلامية لا تستهين بنفسها، الأمة الإسلامية عندها القدرات، الأمة الإسلامية عندها الثروات الباطنية التي في الأرض، كل البترول، كل الطاقات، كل الحديد، كل الغاز عند الأمة الإسلامية. لكن هذه الأمة ضعيفة. بماذا ضعيفة؟ ضعيفة بسيطرة حكام عملاء لليهود عليها. هذه الأمة الإسلامية لو فعلت كما فعل الإخوة في تركيا وكما فعل رئيس الدولة التركية لكان الوضع غير ذلك. فنحن من هنا نطالب الأمة الإسلامية أن تبذل كل طاقتها وأن تعمل بأشكال المقاومة بكل أشكالها. هناك من يقاوم بلسانه، والصحافة والإعلام لها دور كبير أيضا، وكل إنسان على منبره الخطيب يستطيع أن ينصر هذه القضية، المعلم في مدرسته يستطيع أن ينصر هذه القضية. إيصال فكرة القدس وتوعية الأمة عمل عظيم ويستطيعه كل إنسان. حقيقة هذه التجمعات والمظاهرات تدل على حياة الأمة، فهذه رسالة للعالم، لأمريكا وللصهاينة، أن هذه الأمة حية وموجودة وباستطاعتها فعل الكثير. فهذه رسالة قوية توصل للعالم أن الأمة الإسلامية أمة حية لن تسكت عن حقوقها. والمظاهرات وهذه التنديدات هي رسالة قوية نوصلها إلى أبنائنا وإلى أهلنا في فلسطين خاصة، أننا معكم ولن ننساكم بإذن الله سبحانه وتعالى.